بسم الله الرحمن الرحيم. يشرفنا إدارة النادي النوبي العام ولجنة العلاقات العامة واللجنة الثقافية إن احنا نرحب بالسادة الحضور النهارده. بنتمنى إن احنا نجتمع دايما في أسعد الأوقات وأجملها وبصفة مستمرة. دكتور بسام النهارده كان لنا الشرف إن هو يكون سبب تجمعنا. هقول بسرعة دكتور بسام في غنى عن التعريف. المفترض ان ما يعرفش دكتور بسام، هنقول كلمتين سرعه وانا عارف ان كل الناس اللي موجودين هم الناس اللي هيعرفونا احنا بدكتور بسام. من السي في بتاع دكتور بسام رضوان الشماع، من مواليد 16/8/1962 اسكندريه. المهنه محاضر حر ومؤلف في التاريخ المصري، عضو اتحاد الكتاب وجمعيه الدراسات التاريخيه ومرشد سياحي حر، الجمعيه الجغرافيه. التاريخ العلمي الدكتور بسام. دكتور بسام خريج كلية فيكتوريا بالإسكندرية وكلية السياحة قسم إرشاد جامعة حلوان. مؤلفات دكتور بسام كتيرة جدا. احنا استأذنا دكتور ان احنا هنقول ملخصات ليه، لأن لو قلت مؤلفات دكتور بسام هنقعد اليوم كله دكتور بسام مش هنتكلم. فاحنا بكره ان شاء الله نكمل. فاحنا بنختصر وبنقول ملخصات لدكتور بسام. دكتور بسام 4 مؤلفات منه: مصر الحضارة باللغة الإنجليزية، مصر مستقبل الماضي باللغة الإنجليزية، البحث عن الحقيقة باللغة الإنجليزية، نظريات متصدعة باللغة العربية. دول 4 مؤلفات استأذنا دكتور بسام إن احنا نلخصهم. وبرضه الجوائز لدكتور بسام كتيرة ما شاء الله، بتقول الورقة دي كلها. برضه هنقول 4 جوائز. جايزة منهم الدرع ناجي البحري الملكي ببورس ميس في إنجلترا لمجهودات دكتور بسام في إلقاء المحاضرات التاريخية. الجائزة الثانية 4 ميداليات من الروتري الدولي وشهادات تقدير. الجائزة الثالثة 4 دروع من نادي سموحة بالإسكندرية. الجائزة الرابعة العضوية الشرفية لجمعية الآثار المصرية بجنوب أفريقيا. طبعا احنا بنستأذن دكتور ان احنا بنلخص قوي معاك يا دكتور يعني. دكتور بسام طبعا أماكن المحاضرات بتاعته بسم الله ما شاء الله برضه كتير. هنقول 4 أماكن محاضرات دكتور بسام. نمرة 1 المركز الثقافي في مدينة باث الإنجليزية. 2 متحف المتروبوليتان بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. 3 متحف ديسابل التاريخي الأفريقي بأمريكا الشمالية. 4 مكتبة باسادانيا في أمريكا. دكتور بسام برضو في مجلات وصحف طبعا كتير كتبت عن دكتور بسام، برضه بنختار منها جريدة آفاق العالمية، جريدة الأمة، جريدة اسكندرية الجديدة، أغسطس 92، الأنباء الكويتية، اللواء الإنسانية، حواء والكواكب. مش عايز أقرا الورقة كلها لأن أنا لو قريت دكتور بسام مش هتكلم. بيشرفنا النهارده دكتور بسام واحنا كمديرين بنفتخر بدكتور بسام. هيشرفنا الأستاذ مسعد هدي، هيتشرف ويتقدم بأسمى التقدير للدكتور وحضورك معانا. كلمة الأستاذ مسعد هدي رئيس النادي النوبي العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا سعداء جدا ان الدكتور بسام موجود النهارده، وهو علم من اعلام مصر بنفتخر بيها ونتباهى بيها. وسعدت اكثر ولما سمعت منه كلمتين حلوين اتقالوا دلوقتي في قناه النيل الثقافيه، انه بيعشق النوبه وبيعشق اهل النوبه، وكان جيرانه نوبيين، ويعني اقول كان محب لاهالي النوبه من الصغر. فتحيه وتقدير مع السي في اللي احنا شفناه النهارده ده، اللي احنا كلنا نفتخر بيه ان هو جالنا هنا هو في النادي النوبي العام. بنقول له احنا هنديك درع من النادي النوبي العام، ويعتبر درع من النوبه لسيادتك على مجهوداتك لمصر الحبيبه. فاهلا وسهلا. هي هدف ان انا اديهوله قبل اللقاء، لان هو علم من اعلامي مش محتاج ان انا اديهوله اخر اللقاء. فشكرا لكم وشكرا لحضوركم.